ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هحكيلكوا حدوتة لولي والنجمة وباب الأسرار. في ليلة هادية لولي كانت نايمة على السرير وساندة خدها على النجمة صاحبتها. النور اللي طالع من النجمة عمال يزيد ويزيد. لولي فتحت عينيها وقالت ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ النجمة ردت وقالت لها مستعدة لمغامرة جديدة؟ لولي قالت لها طبعا انا دايما جاهزة. النجمة مسكت لولي ولقت نفسها بتطير لفوق، ووصلوا لسحابة كبيرة قوي كانت مستنياهم. لولي لقت النجوم حواليها بترقص والغيوم بتمشي زي موج البحر، والألوان عمالة تتغير حواليها. والنجمة قالت لها انتي النهاردة هتتعلمي عن حاجة جواكي. وظهر قدامهم باب كبير لونه ذهبي مرسوم عليه نقوش غريبة، وكان في صورتين مرسومين على الباب، صورة لولي وهي خايفة وصورة لولي وهي شجاعة. لولي بصت على الباب وكانت مستغربة، ايه الباب ده؟ شكله غريب قوي. لولي سألت النجمة الباب ده بيفتح ازاي؟ النجمة قالت لها على حسب اللي جواكي، لو مليان خوف هيفتح عليكي باب الخوف، ولو مليان شجاعة هيفتح ليكي باب الشجاعة. لولي حست هنا انها قلقانة وقعدت تبص للباب، وفكرت في كل مرة كانت بتحس فيها انها ضعيفة، وفكرت كمان في كل مغامرة قدرت فيها تواجه خوفها. رفعت راسها وقالت وهي واثقة من نفسها انا شجاعة. وفجأة باب الشجاعة اتفتح. دخلت لولي ولقت مكتبة كبيرة جدا الكتب فيها بتطير، وفجأة نزل ليها كتاب من فوق ووقف قدامها، وكان على الغلاف مكتوب قوتك جواكي. وفتحت لولي الكتاب ولقت جواه جملة الشجاعة مش انك ما تخافيش، الشجاعة انك تكملي رغم خوفك. لولي ضحكت وقالت دلوقتي بس فهمت. والنجمة قربت من لولي وقالت لها انت فعلا بنت شجاعة. ولفت النجمة حوالين لولي لفة سحرية ورجعتها تاني في سريرها. ولولي حضنت النجمة وقالت لها شكرا، انتي خليتيني افهم عن نفسي حاجة جديدة. والنجمة ضحكت وقالت لها ولسه قدامنا مغامرات كتير، مستعدة؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة.